صباح الفل يا حلوين، عاملين ايه؟ طبعا كل الامهات صاحيه في الوقت دوت بتعمل الاكل لاولادها وتعمل اللانش بوكس. ودي وجبه اساسيه لاولادنا، لازم ياخدوها معاهم ولازم يفطروا قبل ما ينزلوا ويشربوا كوبايه اللبن. دي حاجه اساسيه عشان يومهم يكون سهل عليهم. واولا احب اقول لك كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون يوم دراسي سعيد ويوم كله تفاؤل لكل الامهات والاطفال، ويعدي بسهوله على اولادنا. ويا رب يكون يوم سعيد. وكل الأمهات في اليوم دوت أو في الوقت ده عامة بتصحى بدري تعمل الأكل لأولادها، فبيبقى يعني حاجة طبعا مرهقة ومتعبة على كل الأمهات، دي معروفة. بس كل دوت ليه؟ عشان أطفالنا. طبعا هنحضر اللانش بوكس مع بعضينا، وكل يوم هنقول أفكار حلوة للأكل. ده أول يوم هنزل فيه طبعا. هنزل بنتي يعني المدرسة. النهارده بقى اعمل لها ايه؟ لانشون وجبنه رومية، وهحط لها شويه حاجات تانية برضو هتعجبك. فكل يوم هنقول افكار، وهنشجع اولادنا ان هم ياكلوا الاكل بتاعهم، عشان زي ما انا بقول لك كده دي وجبه اساسيه. فانا عملت لها سندوتشات جبنه رومي ولانشون، واللي انت عايزاه حطيه. يعني مش لازم تكوني ماشيه بالظبط زي ما انا كده، ممكن تحطي جبنه رومي بس، ممكن تحطي لانشون بس، ممكن تحطي جبنه عاديه بس. فاللي انت عايزاه واللي طفلك بيحب تحطيه. فيعني مش لازم تعملي زي غيرك. انا عن نفسي انا بقطع الحته الاولانيه واللي في الرغيف ديت، اللي قدام واللي ورا، عشان انا بنتي ما بتحبهاش. بدل ما ترميها انا بجمعهم بحطهم في شنطه وانشفهم كمان، أو ممكن احطهم في الفرن واعمل منهم بقسماط كده اللي هو المطحون دوت للبانيه والفراخ. فانا مش برمي حاجه. زي ما انتوا عارفين الحاجه بره غاليه مولعه النار، فبنحاول ان احنا يعني نستهلك كل حاجه معانا، يعني ما نرميش حاجه، نوفر شويه. فزي ما انت شايفه كده انا خلصت لها اهوت السندوتشات. هقول لك بقى على حاجه حلوه قوي. انا عن نفسي عندي بطاطا، فهعمل ايه؟ مش هشويها ولا احطها في الفرن، مش عايزاها تاخدها سليمه. فانا هعمل ايه؟ هجيب حله احطها مقطعه مكعبات صغيره او حتت صغيره على حسب ما طفلك بيحبها، وتبقى سهله عليه في الاكل. بحطها واحط عليها شويه سكر صغيرين. لو هي مسكره قوي ما تحطيش، بس انا حطيت شويه علشان هي تاكلها يعني تبقى حلوة معاها. وحطيت عليها حبة مية صغيرين جدا، وسبتها على النار. غطيتها، ما خدتش معايا وقت، يعني ربع ساعة كانت مستوية. خدتها معاه. دي حاجة برضو مغذية، حاجة حلوة للأطفال، للذاكرة كمان. يعني دي حاجة يعني ما فيش عليها كلام ولا اختلاف، دي حاجة مفيدة وأحلى من الحلويات اللي بره. يعني دي حاجة واخدانا من البيت وحاجة مفيدة. زي ما انت شايفه كده انا كده خلصت اللانش بوكس بتاعي. وسندوتشاتها انا مزوده لها علشان يعني لو ادت حد من زمايلها، انا قايله لها يعني تدي حد من زمايلها لو هو احتاج منها حاجه. عادي الاطفال يعني بيبصوا لبعض وكده، فياخدوا من بعض عادي. دي حاجه حلوه ان انت تعودي طفلك على كده، ان انت تخليه يدي زمايله من الاكل بتاعه. بس هو انا خلاص خلصت وعملت بلح، كان عندي بلح احمر على حسب ما انت عايزه او نوع الفاكهه اللي انت عندك هتحطيه. بس كده انا خلصت، هوريكي دلوقتي هحط ايه البطاطا. كده دي وجبه مغذيه معايا وحلوه للاطفال وهياكلوها كلها. وكده البطاطا على النار زي ما انا قلتلك، طلعتها بردتها شوية وبعد كده حطيتها في اللانش بوكس. وكده انا خلصت يومي الصبح. وبعد كده انا ايه هظبطها بقى عشان المدرسة، احط لها التوك البيضة الحلوة بتاعت الاطفال. وكده كده يعني انا خلصت كده يومي الصبح ووديها المدرسة. ويا رب يكون يوم سعيد. اشتركي بقى معايا في القناة لو لسه مشتركتيش، وحطي اللايك. يا رب الفيديو يعجبك. وكل يوم مع بعضينا هنحط ايه؟ هنعمل افكار حلوة لللانش بوكس، وهقول لك بكرة هنعمل ايه. تابعي بس معايا، وافكار هتعجبك وتخلي الاطفال ياكلوا الاكل بتاعهم، لان دي وجبة اساسية لازم ياكلوها، وياكلوا قبل ما ينزلوا كمان. يا رب الفيديو يعجبك. واحب برضو اعرف انت بتعملي ايه مع اولادك. يعني انت بتحط لهم ايه في اللانش بوكس؟ انا دي بنتي الصغيره، الكبار طبعا ما بيغلبونيش لكن دي اللي بتغلبني. فبعمل حاجات تشجعها على الاكل. اشوفك ان شاء الله فيديو جديد، ومع السلامه. ما تنسيش اللايك.